في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام ومباشرة كتشوفوا لحظة وصول العناصر اللي برفقة الوزير مبدع إلى سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء. الوزير محمد مبدع كيعيش هذا الشهر هذا أسوأ شهر في حياته، ولكن اللي دار الذنب كيستاهل العقوبة. ودابا راه هو مسجون في السجن ديال عكاشة. كاين اللي تيقول دار أغلى عرس في التاريخ ديال المغاربة، وهذا الشيء اللي جاب عليه العين. كاين اللي تيقول انه اصلا ملايري واختلس بزاف ديال الفلوس. تهم متعلقه بالاختلاس وتبديد المال العام وبالارشاء والارتشاء وبالتزوير في وثائق عرفيه ووثائق رسميه. وفاش كطيح البقره كيكثروا الجناو، ولكن ما كاينش شي دخان بلا نار. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش نعرفوا بالضبط هذا الوزير هذا شكون هو وشنو دار. على بركه الله نعرفوا الاخوان بعد الناس شكون هو هذا محمد مبدع. من الاول هو واحد الوزير سابق، وكان رئيس مجلس بلدية الفقيه بن صالح مدة 26 عام. راه ما كندويش على اي واحد، راه كيتعتبر واحد الشخصية سياسية قديمة في البلاد، وكما كنقولوا كيعرف من اين تؤكل الكتف. هنا غنبداو الاخوان باللسان ديال الوزير، شنو كان كيقول، شنو عنده وشنو اللي ما عندوش. وكنصادفوا شحال هذه الرمضاني وسمعوا معايا هنا شنو قال. عندي الدويره ديالي وكاين هذه 25 عام وانا كنقاد فيها خرجت الفقيه بن صالح. داخل الفقيه بن صالح ساكن مع الوالد ديال الوالد. عندي ابارتمون في الرباط شاريه كريدي تنأدي عليه. وعندي الدويره اللي كانت عندي قديمه في مراكش. واللي ما عارفينش بزاف ديال الناس ان هذا السيد هذا راه كان متابع من شحال هذه تقريبا من 2020، وهما متبعينه ودايرين عليه تحقيق. علاش؟ بطبيعه الحال على الفساد المالي. ولكن هنا الاخوان راه كان في نفس الوقت كيمارس داك النشاط السياسي ديالو بكل حريه. كان ولا رئيس ديال لجنه العدل والتشريع. هي لجنه العدل. وتخيلوا معايا دابا نتوما حقيقه الترشح ديال واحد الشخص كيف ما بغى يكون متابع قضائيا ويترأس لجنه التشريع، هذه سبه في حق كل البرلمانيين الشرفاء وفي حق الشعب المغربي. علاش انا داير مؤسسه وكان امل بانه ديك المؤسسه هي اللي غدا ربما غتاسس لي الملكيه البرلمانيه وهي العمود الفقري للديمقراطيه، وانت تدير لي الناس فاسدين وما تيحشموش تيرشحوا العدل وهو متهم بالفساد المالي. وهذا الشيء بطبيعه الحال راه كنوض واحد الصداع كبير، لكن ما خصناش نمشيو ندينوا الناس قبل الاثبات. وهنا الاخوان غادي يطيح وغادي يدخلوا عليه البوليس حتى للدار. ولكن الطامه الكبرى انه ما تشدش بوحده، تشدوا معاه 13 واحد. الملف اللي تقدمت فيه المحكمه اليوم ما يزيد على 13 متهم. بعد ذلك بقينا في اجراءات الاستماع امام قضيه التحقيق اللي قرر ايداع مجموعه من المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، من بينهم للاسف الشديد الوزير السابق سي مودع. راه كنهضروا الاخوان هنا على واحد الفساد مالي، راه فيه الرشوه، فيه التزوير، فيه استغلال النفوذ والمركز اللي هو فيه. راه من الاخر كان داير اللي بغى. وسمعوا معايا هنا الاخوان ردة الفعل ديال الناس ديال الفقيه بن صالح وشنو كيقولوا. الناس اللي كنت معارض لهذا السيد همش ولاد البلاد، همش الناس كاملين. اللي بغى يجهز بلادو شيقول لي تعطيني بقعه الشوكه، اللي بغى يدير شي حاجه شيقول لي خصني ندخل معاك بالنص. تنطلبوا من المسؤولين يحاسبوه حيت راه عينا صافي. في ما بقى حنا ولينا فاقدين الامل، تنقولوا راه صافي راه غيبقى هو، واخا غنموتوا غيبقى هو. هذا السيد هذا قتل الفقيه بن صالح على جميع الميادين، واعي ما اقول على جميع الميادين. يعني كيجيو مستثمرين من خارج المدينه كيبغيو يخدموا ولاد البلاد، ولكن كيشرط عليهم شروط تعجيزيه. خاصك تعرفي واحد الحاجه، ان بنادم هنا وما نكذبش عليك كاين اللي كيبات بالعشاء، وكنتحدى اي مسؤول تيقول لك حتى واحد ما يبات بالعشاء. كاين اللي كيبات. الاخوان هاد الناس هادو راه كيتصرفوا بالاموال ديال الشعب كيف حال تقول راه فلوسهم، وكيبقاو يوهموا الناس ان هاد الفلوس هادو داروا لواحد المشاريع، وهي في الاصل غير واحد المشاريع وهميه وما منها حتى شي حاجه، وكتبقى غير لافته ومكتوب فيها المشروع الفلان فلاني، ولكن شحال وكيفاش وعلاش ما غتعرف والو. الواد الحار الناس دايرين على الحفاري. راه الدور دخلتي للدور راه كلهم تيريبوا من تحت على الحفاري، دايرين على الحفاري. ما كاينش الحفاري راه عمرو على الناس. راه الناس يعيشوا كارثه في ديورهم، كارثه في ديورهم. راه الناس دابا تدير الصباغه وتتخسر ليها، ولا تعاكل 6 شهور 7 شهور خصها اللي عنده الفلوس يعاود يصبغ الدار. ما صبغش الدار راه صافي راه تتحفر من تحت. طوبات التيران كما قلت لكم. هذا الحار الناس راه دابا تحت الناس الشباب عندنا ولا تيموتوا على 24 عام 25 عام ديك الامراض ديال الواد. وهنا علاش كنبقاو نتسائلوا بزاف وكنقولوا علاش هاد الطريق محفره، علاش هاد الطريق هذه ديال لوطوروت وما فيهاش الضوء، علاش هاد الناسيونال هذه فيها غير نص طريق وما فيهاش طريق.
راه بحال هذا السيد هذا هما اللي ردوا هذه البلاد بحال هكا. عندهم الحق يضويو وحنا لا ما عندناش الحق نضويو، وهادشي راه حشومه. مشينا تنطالبوا في المسؤولين ما خلينا اي باب دقيناه والو، حنا بقاو فينا هذوك الدراري الصغار اللي تيقراو على الشمال. وفي الاخر يخرج لينا واحد بحال هذا السيد ويدير لينا بحال هذا العرس هذا. وشنو كينتظر من الشعب يقول؟ وهو في الاول كان كيقول لك عايش غير مع دارو. داخل الفقيه بن صالح ساكن مع الوالد ديال الوالد. هنا راه هو فات الحدود، راه ما دايرش الشوا، راه داير الغزلان مشويه واقفه، الغزلان مشويه. تخيلوا الاخوان الفلوس اللي عند هذا السيد هذا باش يقدر يدير هذه المسائل هذه. باش نكونوا واضحين، راه صعيب يطلع واحد السياسي ويكون سياسي فقير في الاصل ديالو، وفي الاخر تولي عنده هذه السلطه هذه ويدير هذه الفلوس كامله وما يغروش الشيطان يدير شي حاجه خايبه. راه قليل فين نلقاو هذه النوعيه الاخوان، وتقدر تكون منقارضه. وهنا الاخوان فين خص الحكومه المغربيه تاخذ اقصى العقوبات فحال هاد الناس هادو. راه المساس بالمال العام كيؤدي لشي حوايج اللي هما صعاب وكيريب اي دوله كيف ما بغات تكون. وكيف ما كنشوفوا الاخوان شحال من دوله كانت ورانا وولات القدام، ونقدروا نذكروا لكم من هنا سنغافوره ورواندا. هاد الدول هادو حاربوا الفساد وحاربوه من جدر، ولاو كيديروا واحد العقوبات صارمه في اي واحد تبت عليه انه كيضيع المال العام. وهنا كانت واحد الصرامه من هاد الدول، وهانتم شفتوا النتيجه. هاد الدول تبارك الله ولاو من اكبر الدول، واللي قبل كانوا من اصغر الدول، وكان عندهم مشكل وفساد مالي. وهذا الفساد المالي راه كاين في بزاف ديال الدول. ودابا الاخوان رجعوها بالذاكره للور. وتخيلوا معايا ان هذا السيد هذا من 1997 وهو رئيس مجلس البلديه ديال الفقيه بن صالح، وهاد العقليه هذه كانت عندهم شحال هذه. اذا هاد السيد هذا شحال يكون نهب؟ راه باش تكون كتمارس واحد الحاجه 26 عام راك غتولي خبير، وراه تعطلوا هاد الناس هادو باش يطيحوه. ورغم ان المحامي ديالو خرج هنا وسمعوا شنو قال. للاسف اليوم سي مبدع سيكون ضيف على المؤسسه السجنيه، وهو في وضعيه صحيه جد مزريه لا تقولها. كان عنده شهاده طبيه في 15 يوم، ورغم ذلك تم استقدامه من المنزل ديالو. وهنا الاخوان غندخلوا في السبب علاش تشد هذا السيد هذا وكيفاش حتى تعرف هذا السيد هذا. غنعاودوا نرجعوا للهضره اللي كنا كنقولوا شحال هذه، ان السوشيال ميديا ولات واحد القوه ضاربه، وإلا مشات تحطات في السكه الصحيحه راه غيطيحوا بزاف ديال الريوس في هذه البلاد السعيده. حيت اي حاجه ولات دابا كتشاف وماشي هي هذيك كتصور وكتلاح في السوشيال ميديا وكتنوض عليها البلباله، والراي العام كيتحرك، والحكومه حتى هي كدير واحد رده الفعل. وهذا الشيء يا اخوان راه مزيان وفي الصالح العام ديال هذه البلاد هذه. مواقع التواصل الاجتماعيه راه فيها السلبيه وفيها الايجابيه، ولكن ما نبقاوش ندويو على السلبيه، ندويو حتى على الايجابيه. حيت كون ما كانش مواقع التواصل الاجتماعي كون بحال هاد الناس هادو ما غيبانوش، وتا واحد ما غيسمع عليهم، وتا واحد ما غيهضر عليهم، وغيبقاو دايرين داكشي اللي كانوا كيديروا في راحتهم. بحال هاد السيد هذا اللي كنشوفوا انه 26 عام وهو على راس هذا المجلس هذا. وتخيلوا معايا 26 عام راه عمر، شنو غادي يكون دار في هذه المده كامله؟ وهذا الشيء غير اللي عارفين، وما خفيه كان اعظم. وغنعطي انا واحد الراي شخصي وكيبقى راي ديالي، اي مسؤول الاخوان في شي كرسي راه ما خصوش يبقى هذه المده كامله، وخص الماكسيموم ديالو واحد 4 سنين. حيت الاخوان حنا عندنا شباب طالعين بعقليه جديده وبافكار جداد، وهما اللي خصها تعطى لهم الكلمه باش يكون ديما التغيير. حيت الا جينا نبدلوا المسؤول كل 4 سنين، داك المسؤول اللي غادي ياخذ الكرسي ديالو غيحاول يدير خدمه نقيه احسن من داك اللي دار اللي قبل منه، سيرتو في الطاقات الشابه اللي عندنا. وخص الحكومه تحارب بحال هاد الناس اللي كيتشبتوا بالكرسي ديالهم وما كيطلقوش حتى كيمصوا الدم ديال الشعب. وكنتمنى الاخوان ان هاد الشيء يستمر، وبحال هاد الرؤوس الكبيره تبقى طيح وحده مور وحده. وكيف ما العاده الاخوان اللي عنده شي حاجه باش يفيدنا مرحبا به في الكومونتير. السلام عليكم.